حتى نسوي هذا الشكل أول شي نسوي عقدة البداية 5 حلقات ونسدهم حتى يصيرون حلقة واحدة. عليكم بشكل ايديا انتبهوا للفيديو. نسوي 5 سلاسل عمود وندخل بالدائرة اللي سويناها بالبداية ونسوي حلقتين، بعدين هم نرجع نسوي عمود. نكمل كل الحلقة اللي بالبداية سويناها نعبيها من هاي الأعمدة عدد زوجي، يعني 8 مربعات يطلع عندنا. هنا أنا صعب صار دخول الخيط، مهم نسوي منزلقة ونسده. نبلش نعبي مربع مربع ب7 أعمدة، مو كل المربعات، 4 بس اللي راح نعبيهم بين 1 و1 بهالشكل هذا يصيرون 7. أنا دا أشتغل بسرعة حتى الفيديو لا يصير طويل، ومع هذا صار 7 دقائق. هنا ندخل بغرزة حشو واحدة، بعدين نرجع المربع الثاني نسوي 7 أعمدة، نكمل كل المربعات بهالشكل. 1 نحط بيه 7 أعمدة و1 نحط بيه غرزة حشو. واضح؟ بين 1 و1، يعني أول وحدة سوينا بيها 7، الثانية بيها حشو، الثالثة بيها 7، الرابعة حشو، هنا 7، هاي حشو، هنا 7 وهنا حشو، ونختمها. هنا همينة دا أشوفكم شلون طريقة الختامية، حشو بعدين منزلقة. أنا هذه الغرزة حبيتها لأنه نقدر نستفيد من بواقي الخيوط اللي تتواجد عندنا بعد ما نشتغل بالصوف. نجيب الخيط الثاني أي لون نحبه ونحطه بالغرزة الحشو اللي سويناها بأي جهة احنا نريد، يعني مو شرط نفس الاتجاه اللي كنا نشتغل بيه. نسوي 5 سلاسل وندخل بنفس المكان. ما أدري ليش بصعوبة، يمكن لأنه دا أصور ونسوي حلقتين، بعدين نرجع نسوي عمود، بعدين نرجع نسوي حلقتين، بعدين نرجع نسوي عمود. تشكلت عندنا 3 فراغات. راح نسوي 5 سلاسل حتى نعبر للصفحة الثانية اللي هنا، للمنزلقة الثانية اللي سويناها، أو مو المنزلقة العفو، الحشو اللي سويناه. راح نسوي مثل هاي 3 مربعات بهذه الجهة حتى تتشكل عندنا الوردة. إن شاء الله تكون طريقة واضحة. 4 5 راح ناخذ خيط ونصعد عمود و2 وهمين عمود لاخ إلى أن نسويهم 3 مربعات أو 3 فراغات، بس أنا دا أشوفها الأسهل إنه نحددها ببالنا مربع حتى الشكل ياخذ شكل المربع بعدين بالنهاية. همين نسوي 5 سلاسل وندخل بالغرزة الثالثة من العمود الأول اللي سويناه ونسوي منزلقة. بعدين نبلش نعبي بأول فراغ. سوينا سلسلة ندخل 7 أعمدة،
كل فراغ نعبيه 7 أعمدة. إن شاء الله تكون واضحة. زين، الفراغ الثاني همينا نسوي حشو، ونرجع نعبي الثالث ب7 أعمدة. هسه السلسلة اي خليني نكمل الفيديو. السلسلة ال5 سلاسل اللي سويناهم بالسطر الثاني ندمجه ويا السطر اللي قبله بغرزة حشو، فبهيجي نكون اختصرناها وما ظلت شكلها محلو. نرجع نعبر لل3 مربعات الباقية ونكمل بهالطريقة. كل ما نشوف مكان احنا سوينا بيه حشو نعبي بيه 3 أعمدة، وبالأسطر الثانية المتقدمة يعني نصير نختار 4 جهات متقابلات نسوي بيها 3 والباقين كلها واحدة واحدة. أعتقد صارت كلش واضحة الفكرة. شكرا للمتابعة وشكرا لتعليقاتكم، إن شاء الله أتمنى لكم الاستفادة.